شركة طلب مني أتكلم عنها، شركة ليلي اللي بتشتغل في مجال العقاقير الطبية اللي بتعالج أمراض زي السرطان والسكر وأمراض العظام وغيره. سعر السهم دلوقتي أعلى من سعره العادل بحوالي 3.5%، يعني سعره $583 في حين إنه المفروض يكون $564. مش دي المشكلة بقى. لو حسبنا نسبة سعر السهم لأرباح الشركة البرايس تو ايرنينج ريشيو هتلاقي إن النسبة بتساوي 105، مع ان متوسط النسبة للمنافسين بتساوي حوالي 29. يعني السهم غالي جدا جدا مقارنة بالارباح اللي بتعملها الشركة. الشركة بتعمل بروفيت مارجن او هامش ربح بيساوي 15.6%، وده كمان اقل من السنة اللي فاتت لما كانت بتساوي 20.6%. طب يا ترى العائد اللي جاي من ورا استثمارات حاملي الاسهم الريتيرن اون ايكويتي هتلاقيه بيساوي 44%، في حين ان الصناعة دي بتساوي 11%. هل ده يعني عشان الشركة بتكسب كتير؟ لا طبعا، انما عشان الشركة مش معتمد على استثمارات حاملي الاسهم، انما معتمد على القروض.